النسخة الثانية من سانت تيان الفرنسي، غير بعض العروض العربية. لكن أنا الحمد لله يمكن كان في أو ما زالت علاقة كبيرة جدا جدا بجماهيري، وكان في ظروف تمنعني من ترك النادي وترك جمهوري وجمهور النادي الأهلي وجمهور مصر بصفة عامة وأسافر. يعني أنا من النوع اللي ما بحبش الغربة، ويمكن من الحاجات اللي خلتني أفكر كتير قوي قبل ما أسافر. أنا من النوع اللي قريب جدا جدا من الجمهور، بقدر جدا الناس، بقدر جدا مشاعر الناس الحمد لله. وعلى هذا الأساس برضو كنت ضعيف جدا ان انا اخد قرار ان انا اسافر او لا. كان عندي امل كبير جدا ان انا احقق في بلدي حاجات كثيره واهداف عامه وخاصه لاسعاد جماهيرنا، لاسم نادينا، لاسمنا كمحمود الخطيب. والحمد لله تحقق ليا جزء كبير جدا من هذا الكلام يعني. وده يمكن اللي بيعوضني تعويض كبير قوي عن الاحتراف.